السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديالي اليوم وكالعاده نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نعاود لكم واحد القصه ديالي اللي غادي تجيكم شويه غريبه في شكل، ولكن راها واقعه. القصه كتبدا خوتي كيفاش غادي نقول لكم. الطريقه باش اكتشفت انا راجل اللي كيخوني طريقه عجيبه غريبه. غادي نرجع لكم اللور وغادي نعاود لكم المغزى تاع القصه من الاول. الزوج ديالي كما هو معروف كيخدم، المهم كيخدم مره في واحد المدينه ومره في مدينه اخرى، يعني بعض المرات كيمشي ديبلاسمون لمدن اخرين. جلس واحد الفتره طويله معايا، شويه جاتو ديبلاسمون لواحد المدينه اخرى انه يخدم فيها. ما علينا، جمع كل شي حويجاتو وعاونتو وجدت ليه اللي غادي نوجد ليه. المهم سافر مشى، كل شي هنا على خير وبخير. كان ديما كيهضر معنا واتساب، كيسول على وليداتو. ما علينا، دائما كنشوفو، دائما كيعاود لينا شنو كيدير، امتى كينعس، كيفاش كيطيب، كيفاش ترافق مع صحابو. المهم كل شي مزيان، ولكن اللي غادي يثير الانتباه ديالي واللي غادي نعرف به بان الراجل ديالي كيخونني هو انه ملي كان غادي مسافر انايا جمعت ليه حوايجو وجمعت ليه حتى المواد، يعني نتاع الدوش نتاع الحمام باش يدوش. لا تروسه درت ليه فيها صابونه جديده غير مستعمله، يعني صابونه عاد حليتها من ميكتها وحطيتها ليه. ما قاصها حتى شي واحد، حطيتها بيدي باقا جديده. حطيت ليه المهم الشبكه الكيس كل شيء حطيت ليه وجدت ليه. هذا مكان. المهم مني دوز واحد المده تما في الخدمه ديالو تقريبا واحد 3 ديال السيمانات. المهم رجع، من رجع بدا كيحط حوايجو، كيحيد اي حاجه من بلاصتها، يعني من ساكا وكيرجعها لبلاصتها. هو كيحط داك الشومبان وداك الشيء كاع اللي دا معاه، كيخويه من لا تروسه، حط الصابونه، حط كل شيء. فجأة انا كنرد البال، يعني كنلاحظ بان الصابونه اللي حط، يعني يلا حطها انا شفتها. الصابونه اللي حط فيها شعر، يعني كتعرفوا الصابون ملي كنبقاو ندوشو بيه وهذا كيتلوى عليه الزغب ديالنا، والاغلبيه الزغب نتاع العيالات، يعني الشعر نتاع العيالات ماشي ديال الرجال. الشعر اللي كتكون مثلا زغبه ولا جوج زغبات هكايا طوالين. المهم انا استغربت، يعني شكون دوش بها باش غادي يجي الزغب يعني طويل ولا شعر طويل. بقيت كنحقق في داك الشعر واش ديالي ولا ماشي ديالي. كنشوف بان الشعر كنلقاه واحد شويه غادي للمارو، يعني فاتح، لونه فاتح ما بين المارو والحمر هكايا، بحال يعني الشعر اللي كيدار للحنه. انا شعري ما كنديرليش الحنه وشعري كحل، وهذه الشعره ديالو طويله شويه، انا شعري قصير. بقيت مستغربه كنشوف واه هذا الشعر هذا منين غادي يجي. المهم هنايا انا ما شكيتش فيه، ولكن ما عرفت كيفاش غادي نقول لكم، الشك ما الشك، يعني غادي نستغرب منين غادي تجي ديك الصابونه ومنين غادي يجي داك الشعر اللي فيها. وديك الصابونه راه راه ديالو. قلت لكم منين غادي تجي ديك الصابونه، ديك الصابونه كما قلت لكم راها ديالو. وما فهمتش، انا ما فهمتش. المهم بقيت مستغربه. بقيت كنفكر منين غادي تجيه. المهم يسمحوا لي كنتلف بعض المرات، ولكن فعلا منين شفتها كنت في واحد الحاله يعني نتاع الاندهاش، يعني كنت كنفكر من غادي تجيه. ولكن على اللي كان كيعاود ليا ملي كان مسافر هو انهم كانوا ساكنين في واحد الابارطومون يعني تبع الشركه، ومعاه دراري. وكاينه فقط كان كيعاود على واحد المراه اللي كتكون منظفه تما. تيقول مسكينه كتجمع الزبال، يعني كيخليو الزبل في الكوزينه وهذا كيجمعوه كتنظف ليهم. وكان كيقول بانها مسكينه الله يحسن العوان، مره كيدوروا معاها وبانها مراه مطلقه. ولكن هادشي اللي كيعاود يعني مراه مزيانه، وتيقول بانه اي واحد
مثلا تقضى اولا شرا خضيره ولا هذا كيعطيها شويه من ديك الصخره. المهم هادشي اللي كاين، يعني ما كاينش تما ما دايرينش بهم العيالات ولا هذا، هذيك اللي كاينه صافي. يعني انا ما عنديش فاش نشك، انا ما شكيتش حتى فشي حاجه. هنايا اش غادي نقول لكم، بحال المهم هضرت معاه، جبت معاه الموضوع، قلت ليه الصابونه، قلت ليه العجب الصابونه هذه منين جاتك، واش كيدوش بها شي واحد اخر من غيرك؟ قال لي لا، علاش شكون اللي غيدوش بها؟ انايا قلت ليه ولكن الصابونه انا عطيتها لك جديده ودابا فيها واحد الشهر والشهر ماشي ديالي. قال لي كيفاش ماشي ديالك، ياك ما قصتيها ولا شي حاجه هذا، ياك ما دوشت بها؟ قلت ليه لا ما دوشتش بها، يعني انا كنهضر معاك وانا عارفه اشنو كنقول، انا ما دوشتش بها. وبان ليا كيف ما حطيتيها بان ليا فيها شعر احمر طويل وماشي تا ديالي، يعني ماشي ديالي، انا شعري ماشي لونه هكاك. بقى كيفكر هو يقول لي صافي صافي. قال لي راه عييت تفكرت دابا، قال لي راه واحد المره كنت ماشي واحد المره، المهم تا قربت نجي، بقى كيدخل ويخرج في الهضره. المهم قال لي حتى قربت نجي، هذا النهار الاخراني اللي كنت غادي نجي فيه دخلت ندوش في الدوش. المهم دوشت، قال لي ساليت، قال لي منين خرجت، يعني كاين تما الدوش ديال العيالات وحداه الدوش ديال الرجال، حيت مره ديك الشركه كتصيفط حتى البنات يخدموا تما. قال لي انا المهم منين خرجت ساليت وخرجت كنتلاقى مع ديك المنظفه اللي كتنظف، كانت كتنظف الدروج، وقالت بانها غادي تدخل تدوش، فما عندهاش حتى شي حاجه، يعني ما عندهاش الصابون، ما عندهاش باش تدوش. قال لي انا عطيتها غير الصابون وعطيتها سميتو غير الطاس، يعني غير الطاس باش تهز الماء والصابون اللي غدوزو فقط، المهم على لحمها وتشلل. قالت لي حتى الشبكه وداك الشيء الاخر يعني استعمال شخصي بلا ما تعطيه ليا، عطيني غير الصابون. قال لي صافي انا عطيتها غير الصابون دوزات به، ومن بعد مني سالت رجعته للطاسه ديالو يعني مسدود ورجعته ليا عطاتو ليا صافي. هذا ما كان. قال لي كيف عطاتو ليا؟ حطيته في لاتروسه. قال لي انا ما شفتش شنو فيه ولا كيدير وما رديتش البال حتى شي حاجه، وحتى لا كنت مثلا غندير شي حاجه ولا نخونك راه غادي نحضي جليلي. قلت ليه ياه لا تحضي جليلك، علاه اللي باغي يفضحوا الله راه غيفضحوه واخا تعيا ما تحضي. قال لي اش هاد الهضره كتقولي يا هاد المراه، دير عقلك، راه هاد الشيء راه ما كاينش، راه تما كاينين عيد دراري وقلت لك مراه وحده هي اللي كاينه صافي، ومسكينه راه كل شيء كيعرفها ومراه درويشه، وتما اي حاجه غدار راه غتبان، راه ما يمكن ليش نمشي حتى لتما في وسط الدراري نتاع الخدمه وهذا وغادي ندير شي شوهه. صافي هنايا ما ديت ما جبت وقلت على الشيطان نحيد من راسي الوسواس، ما الله اعلم، ما نعرف، يقدر يكون داكشي اللي تيقول بصح بلا ما ندير الوسواس في راسي. المهم هنايا صافي قلت ليه نسى الموضوع. قال لي ايه راه نتيا نيت اللي نسيه، اما انا راه ما دايره في بالي والو. قلت لي صافي. المهم اخوتي نتوما غادي تقولوا لي واش هاد الشيء كيدخل العقل ولا ما كيدخلش العقل؟ شي وحده لو وقعت ليها بحال هكا واش غادي تسيق راجلها ولا غادي تسيق داكشي اللي شافت؟ المهم انا كما قلت لكم ما بغيتش نحكر على الموضوع وما بغيتش ندير في بالي وما بغيتش نكبر الموضوع ندير شي مشكل كبير اللي اثر ليا على زواجي، خصوصا انني كنعرفو يعني من زمان كنعرف راجلي مزيان، كنعرفو بانه ثقة وانه دخل سوق راسو بزاف وانه ما يقدرش يخونني، لانه ماشي من داك النوع ديال الرجال اللي يعني اللي زهوانيين ولا اللي عينيهم زايغه واللي كيخونوا. راجلي واحد الشخص اللي متقي الله، وكما قلت لكم انا ملي كان تما كان كيهضر معنا كل شويه، كان كيهضر معنا ملي كيمشي للكوزينه يطيب، ملي كيمشي ينعس، ملي كيمشي يدير اي حاجه، حتى ملي كان كيكون في الخدمه كان كيفتح معنا ابل فيديو، يعني كنت كنشوفه والله اعلم. المهم هنايا ما بغيتش ندير الوسواس في راسي، وكنتمنى من التعاليق ديالكم
واش يعني نميك على الموضوع احسن ليا، ولا ما عرفتش اشنو غادي نقول لكم. كنتمنى قصتي اليوم تعجبكم، وكنتمنى التعاليق ديالكم الزوينه واللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها. وشكرا لكم، حتى القصه اخرى ان شاء الله.